النهاردة الفيديو لكل بنت عارفة ان هي قمر وحلوة وسكسي و everything، بس ناقصها حتة ان هي تثق بنفسها. النهاردة هقول لكم على حاجات بسيطة هترفع من ثقتك بنفسك immediately فورا. اوكي، خلينا نبدأ. هقول لكم على حاجات عملية وحاجات كده هتعملوها كده يعني من جواكوا، يعني mentally كده، فاهمين قصدي ايه؟ اول حاجة هنتكلم عليها النهاردة انك تعدلي وضعية جسمك. يعني ايه؟ خليني اديكم مثال. let's say خلينا نقول انت معزومة في مكان ولبست حلو وتشيكتي وحطيتي الميك اب بتاعك وعملتي شعرك وشكلك قمر، يعني 10 out of 10، 10 على 10، تمام؟ وجهزتي كل حاجة ورحت المكان. مين فيكو لما بيروح مكان كده وعارفين ان في ناس كتيرة يعني بيجيلها حالة الرهبة او الخوف لما يدخلوا مكان؟ فبدل ما يدخلوا بثقة بيدخلوا كده يعني ماسكين تليفوناتهم وماشيين كده، مش عايزين حتى يعملوا اي كونتاكت، يعني تواصل بصري مع الناس، حتى علشان ممكن تكوني خجولة ومش عايزة يعني حد يبصلك وكده، او ممكن حاسة ان كل الناس مركزة عليكي والإضاءة جاية عليكي، فاهمين قصدي ايه؟ وانا فاهمة، بس انتي لما تدخلي المكان بتدي first impression، يعني اول انطباع، والاول انطباع ده بيجي من طريقة لبسك، طريقة دخولك للمكان. يعني في حاجات بسيطة ممكن تبين لك الشخص ده يعني اي نوع من الاشخاص، فاهمين قصدي ايه؟ يعني لو انا قعدت مع حد، شخصيا انا بركز في الضوافر. يعني الضوافر بالنسبة لي بعرف لو الشخص الهيجين بتاعه، يعني ان هو يعني النظافة بالنسبة له يعني نمبر 1، يعني فاهمين قصدي ايه؟ فحاجات صغيرة ممكن تبين لك شخصية الشخص اللي قدامك. علشان احنا بنتكلم عن الضوافر دلوقتي، خليني اقول لكم تريك معينة كده also يعني بترفع من ثقتك بنفسك، وانا بحب ان انا دايما اعملها لما بحط المونيكير وكده، النيل بولش. والحاجة دي مش بنات كتير جدا عارفين عنها، بس الاويل اللي بتحطيه، عارفين لما دايما بتعملوا مونيكير وكده او فيك نيلز والجوانب هنا بتبقى ناشفه كده، فلسي انت خارجه النهارده وقبل ما تخرجي تجيبي الجل ده، فاهمين؟ شايفين ده الجل ده؟ وتحطوه على الجناب كده كده كده، فاهمين؟ كده and then you rub it in. وده بقى بيبين الجوانب كلها كده، يعني جلوبي كده، شايفين؟ فدي حاجات بسيطة كده زي ما قلت ترفع من ثقتك، why not do it؟ طالما انت قررتي انك تخرجي وتلبسي سكسي وتظهري نفسك للناس، you better own it. يعني لازم تدخلي المكان وانت حاسة انك المين كاركتر، يعني البطلة في القصة، فاهمين قصدي ايه؟ ممكن يكون شوية خيالي، بس انا بالنسبة لي يعني ده بيديني ثقة بزيادة، فاهمين قصدي ايه؟ ما بركزش في كلام الناس، ما بركزش حد هيبص لي ازاي. طالما انا يعني مرتاحة وحاسة ان انا بعملش حاجة غلط، ماليش دعوة يعني بأي حاجة الناس تقولها، ومش بخلي رأيهم يأثر عليا. ما تخافيش انك
توري الثقة دي اللي عندك للناس، حتى لو ما عندكيش. بيقولوا fake it till you make it. فتظهري انك انت عندك الثقة، و eventually هتلاقي انك انت صدقتي كل ده، وبقى فعلا عندك الثقة اللي انت كنت بتدور عليها. وتاني حاجة انك تبتسمي، وده بيرجعنا للموضوع الأول. لما تدخلي المكان وتبتسمي كده، يعني داخلة بثقة كده وبتبتسمي للناس، ده بيدي انطباع للناس انك انتي شخص سوشيال بارفلاي، يعني بتعرفي تتعاملي مع الناس، وشخص كده easy going، سهل التعامل معاه. حتى sometimes انت ممكن حتى تبتسمي لحد يومه ما كانش ماشي كويس، فابتسامة دي ممكن تخلي يومه كله كده يعني فرح وانبساط. فاهمين قصدي ايه؟ يعني حاجات بسيطة جدا ممكن فعلا تغير مود الناس، حتى مودك انت شخصيا. لما تكوني دايما مبسوطة ومبتسمة وفرحانة وإيجابية، هتلاقي كل ده بيعكس على شخصيتك وعلى طريقة كلامك وعلى طريقة تعاملك مع الناس. فاهمين قصدي ايه؟ حتى في حديث بيقول ابتسم في وجه أخيك صدقة. فليه بقى ما تبتسميش؟ ليه تكوني نكدية وعايزة دايما، لو عايز تكوني سيريس؟ الحياة مش مستاهلة. فزي ما قلت، ابتسامة دي حتى بتوري السايد، الجانب اللي هو الأنثوي. لما تضحكي كده بعيونك، تضحكي بابتسامة، كل ده بيرفع من معنوياتك. زي ما قلنا، الدماغ بيصدق جسمك. هتلاقي حتى طريقة كلامك كله بقى كده أنثوي وفمنن. فاهمين قصدي ايه؟ تالت حاجة، زي ما قلت قبل شوية، غيري طريقة كلامك مع نفسك. subconscious mind بتاعتك، يعني العقل الباطن بتاعك، بيصدق كل حاجة انت بتعمليه. حتى الكلام اللي بتقوليه ما بينك وما بين نفسك بيصدقوا. يعني لو عملتي حاجة وقلتي أنا فاشلة قوي، الجملة دي جملة كبيرة، يعني حتى لما تقوليها لنفسك العقل بياخده، فانتي خلاص يعني أؤمنتي انك انتي واحدة فاشلة، ولا تعلمتي ولا أي حاجة. بدل ما تقولي في دماغك لا أنا مش فاشلة، أنا هتعلم، أنا هعمل كده، أنا هغير من نفسي، أنا عايزة أكون شخص أحسن، أنا عايزة أكون شخص يكون مرتاح مع نفسه، يحب نفسه. حتى لو أنت عايزة فلوس، أو عايزة بيت، أو عايزة عيال، whatever it is، لما دايما تردد الحاجات في دماغك، هتلاقي ان الحاجات بقت تحصل، علشان انت خلاص يعني بقيتي تقوليها، ودماغك خلاص يعني خلاص صدقوا، وبقيتي شايفة الحياة بمنظور مختلف، شايفة انك انت ممكن تاخدي كل حاجة انت عايزاها بطريقة سهلة. هو ده بقى قوة العقل. ناس كتيرة جدا مش فاهمة ان الكلام الكتير اللي بيقولوه لنفسهم هو ده اللي بيضرهم، حتى كهزار. يعني لازم كلامك دايما موزون، يعني لازم يكون موزون بالحرف، ولازم كله يكون إيجابي علشان تعرفي تشوفي الحياة بطريقة إيجابية. وحاجة تانية ترفع ثقتك بنفسك، إنك تلبسي لبس يريحك مش يرضي غيرك. يعني احنا خلاص، احنا دلوقتي في السن ان احنا خلاص يعني جربنا كل حاجة ولبسنا كل حاجة، التو ماتش والكريزي اوتفيت وكل حاجة، يعني احنا عملنا كل حاجة احنا كنا عايزينها. دلوقتي يعني خلاص كل ده بقى ترند قديم. دلوقتي الترند الجديد اللي هو الكلاسي، الفانسي،
شكلك كده يكون elegant أكتر، more lady، يعني أنثوية أكتر. زي ما قلت لازم يكون اللبس يريحك مش يرضي غيرك. طالما انت بتلبسي كل اللبس ده وشايفه ان هو لايق عليكي ومرتاحه وانت لابساه، البسيه. ده يعني immediately بيرفع من ثقتك بنفسك، علشان انت واثقه من اللي انت لابساه، ومش من النوع اللي بتتأثري بكلام الناس بسرعة. بقى لحد يقولك لا ما تلبسيش ده، لا ده بيبين ده، لا ده لازق عليك. لا، طالما هو يعني لبس انتي مرتاحة فيه البسيه. الراحة equals to الثقة. يعني الراحة بتساوي الثقة. اللبس المفروض هو اللي يعبر عن شخصيتك، زي ما قلنا ال first impression يعبر عن أنوثتك وجاذبيتك. ثقتك بتكبر لما بتختاري نفسك. عيشي حياتك زي ما قلت، يعني ده السلوغن بتاعي، يعني اللاين بتاعي. عيشي حياتك طالما انتي مش بتأذي نفسك ولا بتأذي غيرك. ما تفكريش في كلام الناس، ما تحاوليش ترضي الجميع. مفيش حد دايما هيفكر زي ما انت بتفكري. خليكي دايما مختلفة بتفكيرك بعقليتك كل حاجة. I hope ان الحاجات اللي قلتها دي تفيدكم hopefully. Hope you guys have a good day وخلوا بالكم من نفسكم and I love you.